السلام عليكم. منين كنتكلموا على الصحراء الشرقيه المغربيه، كينوض بوصبع ومؤرخ البغال والذباب ديال المواقع، مملكه التلوين كتلون الخرائط الملونه، الملونات الى اخره من هدرتهم. اليوم غنديروا ما هو افضل. اليوم غندخلوا الارشيف العسكري الفرنسي، الارشيف العسكري الفرنسي، وماشي اي بلاصه في هذاك الارشيف. غنمشيو نحضروا هذاك الضابط بالضبط اللي استعمر منطقه عين صالح، هو اللي غادي يعاود لنا القصه، هو اللي غادي يقول لنا نهاراش استعمر عين صالح، علاش استعمرها، كيفاش استعمرها، شنو هو العدد بالضبط ديال القوات اللي دا معاه، شنو هي المقاومه اللي لقى قدامه، شنو هو السبب الاستراتيجي لالحاقها بخريطه الجزائر، والاهم غادي يقول لنا نهار وصل لها واش لقاها فرنسيه ولا جزائريه ولا لقاها مغربيه. هو غادي يشهد على راسو بخط يدو. ملي كنبغيو نتكلموا في التاريخ، اول حاجه خاصنا وثائق. اليوم غنجيبوا وثيقه رسميه محفوظه في لا بيبليوتيك ميليتير، يعني الخزانه العسكريه لفرنسا. ها هي قدامكم، قدام عليها ختم ديال المكتبه العسكريه، مؤلف من سنه 1903، كتبوا لو كولونيل 2. هذا كولونيل 2 هو اللي استعمر منطقه عين صالح، وفي هذا الكتاب كيحكي كيفاش استعمرها. هذا ماشي كتاب اصلا معد ليناش، هذا تقرير استخباراتي، سان جورنال دي زوبيراسيون suivi des instructions sur la conduite des colonnes dans les régions sahariennes، يعني طريقه التعامل، كتبها الضباط اللي غيجيو من بعد منه، طريقه التعامل مع هذه المنطقه. هذا الكتاب تكتب سنه 1903، وفيه كيعاود بالتفصيل الممل كيفاش استعمر منطقه عين صالح. الصفحه الاولى كيقول بان الى غايه وقت قريب منطقه عين صالح وتيدي كلت كانت بالنسبه لنا مناطق مجهوله، بي انكوني، ميستيريو. وحاولنا عدة مرات أننا نتعرفوا عليها ونعرفوا أشنو فيها. حاولنا سنة 1893 وفشلنا. حاول الكولونيل بالات والأوفيسي 12 يمشيو ليها وماتوا بجوج. الأول تقتل سنة بتاريخ 8 مارس 1886. أرسلنا جوج بعثات، وحده كيترأسها الكولونيل بالا ووحده كيترأسها لوفيسي 12. الأول قتلوه سنة 8 مارس في عين صالح، والثاني سنة 1889 في منطقة أكابلي. من الصفحة الأولى كيشرح شنو هي الأهمية الاستراتيجية ديال منطقة عين صالح. أولا كفرنسي المهم عنده هي لا فونجونس، الانتقام. فالي لي فونجي، الانتقام لهذوك الضباط اللي تقتلوا لهم تما. ولكن هذا ماشي مهم. المهم كيقول الفو غوليي ألجي والسودان اي ألجي أتومبوكتو. خصنا نلقاو طريق باش نربطوا الجزائر بالسودان. السودان هو الاسم القديم ديال مالي، ما كانش دوله سميتها مالي، كان سميتها السودان. ولقاو طريق اللي وصلنا لطومبوكتو، ونهار غادي نستوليو على عين صالح سنصبح ملوك للصحراء. سي لو ساغا كونكي، سيتم الاستيلاء على الصحراء. الاستيلاء كونكي يعني انها ماشي ديالنا، عاد غادي نستوليو عليها. تيقول الصفحه جوج عين صالح اي لا كلي دو ساغا، عين صالح هي مفتاح الصحراء، المنطقه الضروريه لنا اننا نستوليو عليها، لانها هي اللي غادي تبعد علينا توارق، اللي كنسميوهم التوارق، اللي هما اللي كنسميوهم حنا الصحراويين، سكان المنطقه الشرقيه اللي هما اصلا في الاصل مغاربه. باش نبعدوهم علينا وعلى المناطق اللي كتحكم فيهم فرنسا، خاصنا ضروري نستوليو على عين صالح باش نبعدوهم يبقاو من الصحراء لتحت. هنا غيقول بان هذيك المنطقه بالنسبه لنا منطقه مجهوله، ما تنعرفوا عليها والو. الحاجه الوحيده اللي كنعرفوا عليها هما لي فواياجور انديجين، يعني السكان الاصليين اللي كيجيو عندنا، اي لي بيلغان الحجاج. ولو سول الوحيد في الفرنسيين اللي عمرو شاف عين صالح بعينيه كان جيرار غول في سنه 1864، اللي شاف التوات. ومنين كان جاي هذا السيد اون فونون دو ماروك، اون فونون دو ماروك، يعني الفرنسي الوحيد اللي شافها بعينيه جاي من المغرب. 1890 صيفطوا رحله استكشافيه كيترأسها ان سيغتان مسيو فورو، ما شافت والو وجراو عليهم ورجعوا. 1893 عاوتاني محاوله اخرى للاستكشاف، عاوتاني جراو عليهم. سنة 1899 عاد غيبدا المفيد. 1899 ان سيغتان بروفيسور فلامون
من جامعة الجزائر تحت ذريعة أنها حملة علمية لاكتشاف الأرض والجبال والأنهار وما إلى ذلك. غادي ينظم واحد الحملة هي اللي بها غادي يمشيو يشوفوا أول مرة غادي يمشيو يشوفوا هاد عين صالح حتى 1899. هاد الحملة كان معاه لو كابيتان بان ودا معاه جنود للحماية. وهنا غنبداو في المفيد. واحد خونا سميتو السي محمد بن الطيب، نائب على قبيلة قدرية اللي كان من الحركيين، هو عميل ديال فرنسا، هو اللي قيداهم تما باش يتسراو المناطق. اول مره غيدخلوا لهذيك المناطق بالفرنسيين كان عندهم عميل سميتو السي محمد بن الطيب، هو اللي داهم تما. وهذا السي محمد بن الطيب هما تعرفوه لانه هو اللي كان بلغ على اللي قتل لو ماركي دو موريس، واحد الضابط كان صيفطوه تما، وتا هو كان اللي كيمشي تما تيقتلوه. وفاش قتلوه هذا الخينا هذا هو اللي بلغ عليه. دوك الحركيين بادين معاهم من الديبار. كنتبع معاه بالتواريخ سنه 1889 لو 25 ديسمبر 25 ديسمبر بدات الحمله. غدا اول ناس بداو كيعلموهم كيقول لهم راه الا مشيتو تما راه سكان المنطقه ضد تواجد الفرنسيين وغتلقاو معاهم مشاكل. نهار 27 ديسمبر الحمله وصلت لعين صالح وداروا لو كومبمون ديالهم، المخيم ديالهم على بعد 500 متر من قصر فقارة الحاج عبد القادر. ومن تما بدات المقاومه. مع 9 الليل وصلتهم اخبار بان سكان المنطقه كينظموا راسهم باش يجيو يجريو على الفرنسيين. الغد مع 8 الصباح بداو اطلاق المدفعيه اللي في فيزي بلانش، وكان لو كابيتان جيرمان هو اللي قائد العمليات. نهار 27 ديسمبر اللي كيسموهم هما لي صاغيان. لي صاغيان هما المغاربه سكان المنطقه، كانوا على بعد 10 كيلومتر من فقارة الزوا. نهار 28 مع 7 الصباح حوالي 1000 من لي زانديجين يعني السكان الاصليين خرج من منطقه ايغوستن اون ارم يعني بسلاحهم وهاجموا المخيم ديال الفرنسيين. لو كابيتان بان حاول انه يتفاوض معهم ولكن الاخرين ما بغاوش يسمعوا لهضرته وواصلوا الهجوم ديالهم. بقى الهجوم النهار كامل حتى وصلوا على مسافه 100 متر من بعضياتهم، بداو كيتيروا في بعضياتهم. ورئيس القبيله المقاوم بومامه بن جود وولده كانوا من بين لي بليسي، وكان 49 ديال لي بريزوني ديال الاسرى. الخريطه من الكتاب نيت كتبين المنطقه اللي وقعوا فيها العمليات الحربيه، راك كتقراو في التقرير الاستخباراتي. اسمع الفرنسيين: cette famille la plus influente et la plus puissante du dialecte qui dominait surtout un صالح fut anéantie. تم هاد العائله اللي كانت هي اللي مسيطره على المنطقه، هو الكبير ديال ديك القبيله، انيونتي تمت اباده العائله عن اخرها. الحاج المهدي في بلاسي وولدو البكاي بن جوده في بريزوني، يعني تم جرح قائد المنطقه وولدو بلاسي وشدوه. نهار 5 جونفي نفس الفيلم، مقاومه عاوتاني. كانت معركه اخرى نهار 5 جونفي. نهار 5 جونفي كانت معركه اخرى عاوتاني ما بين المقاومه في المنطقة والجيش الفرنسي. مات 150 واحد، والأهم لو بيي نيتي نولمون سومي، يعني أن لم يكن هناك استسلام، مازال المقاومة خدامة. وكانت هناك إشاعة بأن الباشا ديال تيمي ديال التوات هو باشا كان تابع للسلطان المغربي، غادي يصيفط لهم 3000 مقاوم يعاونهم. للأسف ما وصلوش. معركة أخرى نهار 24 جونفي سنة 1900، 27 قتيل و5 جرحى، منهم ان اوفيسيي انديجين يعني ضابط حركي سميتو لو سو ليوتنون رحامنية. يعني المغاربة كيتضاربوا مع الحركيين ديال الجزائر، ان اوفيسيي ومسبقين الحركيين القدام، هو بالسميه لو سو ليوتنون رحامنية. من بعد قررت فرنسا انها تستعمل الاسلحه الثقيله والمدفعيه، والمعركه الكبرى تكون نهار 10 فبراير سنه 1900. لا كولون سو لي زون دو ليوتنون كولونيل 2. هذا الليوتنون كولونيل 2 هو اللي كاتب هذا التقرير، هو قائد هذيك الحمله كلها. وهنا غنوصل للجمله المفيده. بعد دخول الفرنسيين الى منطقه عين صالح، اهم جمله: le gouvernement décida que l'occupation serait définitive. بعد نهاية المعارك قررت الحكومة أن الاستعمار سيكون نهائي، يعني جينا غنبقاو هنا. Le ministre de la guerre ayant approuvé les propositions de monsieur le général commandant en chef, lettre numéro 971, il fut décidé qu'un fort détachement serait organisé de manière à pouvoir être dirigé à la Suisse sur Tidikilt. يعني قرر وزير الدفاع بناء على تعليمات من الجنرال قائد المنطقة العسكرية أنه غادي يبقاو تما في عين صالح نهائيا، ومنها غادي يتوسعوا باش يستعمروا المناطق المجاوره. من بعد غادي يعطي التفاصيل ديال القوات اللي غادي يبقى توصل عنده تما من جميع المناطق الجزائريه، حتى غادي يكون ان ديتاشمون كبير هو اللي غادي يستعمر المناطق المجاوره وغيستولي على الصحراء. هذه وثيقه من الكتاب كتبين بالضبط
العدد والعدة، العدد يعني العدد ديال الضباط، العدد ديال الجنود، العدد ديال جنود الصف، العدد ديال الجمال، العدد ديال لي كانون ديال المدفعية بالضبط. لو دوزيام جروب ريجيمون دو سباي الجيريان باتايون دافريك لي تيغايور الجيريان، يعني الضباط كانوا فرنسيين والجنود كلهم كانوا جزائريين، الضباط فرنسيين والجنود جزائريين. هذه ماشي هضرتي، هذه ارشيف العسكري الفرنسي. ها هو في ليطا ماجور كولونيل كوموندون دو لا كولون مسيو دو، يعني اللي كاتب الكتاب هو لو كوموندون ديطا ماجور ديال الحمايه العسكريه اللي غتستعمر، هو كاتبها من الارشيف العسكري الفرنسي. ومن بعد غادي يعطي يوميا شنو وقع سنه بتاريخ 24 فبراير سنه 1900 الاستيلاء على القليعه والقصيبه، 25 فبراير من القصيبه الى العرق ولاد يحيى، 26 فبراير من عرق ولاد يحيى الى المقصى الى اخره. هنا 27 فبراير وصلوا للبير ولاد صار حسي صارل وبالصور. من بعد غيبقى التفصيل الممل يوميا، لان هذا تقرير معدل لي طاماجور دوك يوميا كل كتيبه فين مشات وشنو هي المنطقه اللي استولت عليها بشويه بشويه، دوار بدوار، فيلاج بفيلاج. 9 مارس واد القطاره واد عبيد، نهار 10 مارس واد ابيود حسي المنقار. هذه الصوره ديالهم، صوره ديال الجيش الفرنسي. انتم كتشوفوا وجوههم، ما كاين لا فرنسي لا مولي، كاين شويه ديال لي زوفيسي فرونسي والباقي راه كانوا غير حركي ديال الجزائر. صفحه 48 كومبا ديال غار، معارك مدينه انغار قبل ما يوصل اللي كيهمنا حنايا. من بعد معارك طويله مدينة إنغار تهز أعلام أبيض. سيتي لو باشا دريس بالكوري. شنو هو دريس بالكوري؟ بنص الخط ديالو هو لو باشا دو تيمي. دريس بالكوري était à Ingar depuis environ un mois venant de Touet. Un beau vieillard de 60 ans، يعني راجل عنده 60 عام. شكون هو هذا السيد هذا؟ originaire de Fès, incorporé dans le مخزن du sultan nommé قايد دو تافيلال. يعني هذا السيد هذا اللي كان تيتحارب مع هذا الكولونيل هذا جاي من فاس وباشا معين السلطان. depuis 4 années il dirigeait ادمينستري لو سوف اوتوات، يعني هذا الباشا هذا 4 سنين وهو مقيم تما وكيسير المنطقه باسم السلطان، وهو اصلا فاسي ومعين من فاس باسم السلطان. سمعتيني يا بوصباح؟ شتي الملونات كي دايرين؟ ها هما الملونات، ها هما بالسميه ومنين جاي، وماشي شهاده ديالي انا، شهاده ديال هذاك الكولونيل اللي مشى تما. نهار مشى تما اش لقى باشا مغربي فاسي دريس بالكوري محطوط تما باسم السلطان، وماشي عاجه 4 سنين هذه هو اون بوست تما باشا ديال المنطقه. وجي يقول لي راه كتلون الخرائط. والزوينه انا ماشي انا اللي حط صورته، هذا الكولونيل هو اللي حط صورته. ها هو شخصيا لونو انت ولا شوف اش غدير لي. ها هو محيو لي، ها هو دريس بالكوري باشا دو تيمي. كتواصل المعارك غنوصلوا للصفحه 76 منطقه القليعه. ليست دي كبار ديريجي سور القليعه. شكون هما الناس المهمين في هذيك المنطقه؟ دريس بالكوري، الحاج احمد ولد الحاج، الحاج محمد بن سالم، الحاج بن محمد اوريجينير دو بني زنان، كلهم مغاربه. الحاج عميره بن سليمان، الحاج عابد بن عبد الرحمن، كبار مانتينيو عين صالح، الحاج احمد بن محمد اوريجينير دو ماروك. صفحه 105 بالنص. لو تيديكلت افون نوتر اريفي، قبل ما نجيو était sous la domination du pacha de Timmi et reconnaissant la suprématie du Maroc. قبل ما نجيو كانت هذه المنطقه تحت اشراف الباشا ديال تيمي وتعترف بالسياده لا سوبريماسي دو ماروك. المشكله ان الباشا ما كانش عنده جيش كافي للحفاظ عليها نهار جاو الفرنسيين. il n'avait pas assez de troupes pour assurer la rentrée des impôts et le tribut rarement et difficilement. صفحه 105 l'administration, la religion et les mœurs. الاداره، الدين والعادات. Tidikelt, avant notre arrivée, était sous la domination du pacha de Timmi et reconnaissait la suprématie du Maroc. قبل ما نجيو هذه المنطقة كانت تحت إشراف الباشا ديال تيمي وكانت تعترف بالسيادة la suprématie du Maroc. وجاب اصبع قول لي كتلون الخرائط. l'autorité du sultan était plus nominale qu'effective. كانت الحكم ديال السلطان بيعه اكثر منها ان تواجد عسكري كبير، لان الباشا اللي كان تما كان عنده جيش قليل وكان صعيب عليه انه يسيطر على المنطقه كلها، فكانت صعيب عليه انه يجمع الضرائب باسم السلطان. سنه 1900 ومن تقرير استخباراتي عسكري فرنسي سنة 1900 بشهادتهم المنطقة كانت تابعة للمغرب. اسمع هذه aucun doute des choses du Sahara. المغرب ودون أدنى شك بالنص كان يعتني جيدا بالصحراء، وكانوا جوج بشوات، واحد في تيميمون وواحد في أضرار
منطقة تيمي والتوات. حتى بالنسبة لللباس، لي زغاب كونكيرون اون ابورتي دون سي ريجيون لور كوتيم اي لور موس. العرب كيهضر على المغاربة اللي جاو لديك المنطقة جابوا معاهم العادات والتقاليد، والناس كانوا كيلبسوا تما بحال اللبس ديال المغاربة. هذه الشهادة ديالهم. من كمل الاستيلاء على المنطقة، هذا الكولونيل هذا خلى تعليمات للضباط اللي غاديين يجيو من موراه: كوندويت دي كولون دون لي ريجيون ساهاريين. دون لي ريجيون ساهاريين اون اورا ا لوتي ا بليزيور سونتين دو كيلومتر دو لا باز كونتر شكون؟ لا كافالري ديال المغرب. الكافالري هي الفرسان، الجيش ديال المغرب كان تيركب على الخيل ديال هذاك الوقت. يعني جالس تما وخايف من العسكر ديال المغرب اللي غيجي راكب على الخيل. دون لا ريجيون ساهاريين، توات، غورارا، ايوغ، يعني المناطق اللي استولينا عليها. دون لي بلين دو ماروك اون اورا افير افيك لا كافالري. يعني في الحاجه اللي نخافوا منها مستقبلا هي ان غادي يجينا جيش ديال المغرب على شكل فرسان، لا كافالري، يعني راكبين على الخيل. يعني هو جالس تما وما تيقش في راسو، خايف ان واحد النهار يهاجموه المغاربه وغادي يجيو على الخيل. كيوصي الضباط اللي غيجيو من بعد منه: نو دوفون ديسبوزي دو جروب دو كافالي ريغولي. يعني حنا خص يكون عندنا جيش ديال الفرسان ويكون معاهم لي غوميي. لي غوميي هما الحركيين ديال الجزائر، هذوك اللي كيركبوش على الخيل كيمشيو على رجليهم. خص ضروري نوجدوهم في مواجهه الجيش المغربي الا جا هاجمنا. يعني هو فرنسي مستعمر ارض مغربيه ومعول على الحركيين يدافعوا عليه. من بعد غيخلي تعليمات للضباط اللي غيجيو من بعد منه: شحال ديال الجيش خصو يكون ضروري تما في منطقه عين صالح، شحال ديال الماء، شحال ديال الماكله، شحال ديال الخيل، شحال ديال الجمال، شحال ديال الحركيين خصو يكونوا تما باش يدافعوا على المنطقه. منطقه مغربيه خداتها فرنسا، كتشهد فرنسا على راسها انها خداتها، وما كاتبينش، كيقولوها هما تيقولوها. ها الكتاب، ها التقرير، ها الارشيف. خرجوا كذبونا، يخرجوا يكذبونا. انا بغيت مؤرخ البيغان وهذاك بوصبع يخليو عليهم الملونات ويخرجوا يكذبوا هذا الكولونيل اللي هو بيدو اللي دخل هذيك المنطقه. هذا هو اللي استعمرها شخصيا، حنا جبدناها من قبره وشهد عليهم. فوالا باش ما يقولوش بان كنختاروا. ها هو علي الاختام، بيبليوتيك ناسيونال ارشيف ميليتير، لا دات اللي كتبوا شنو تيعاود. وهذا راه يلاه الاول. الارشيف كله عندنا ان شاء الله، الارشيف المتاح بطبيعه الحال. مازال غادي نحضروا اليوطي اللي غيجي من بعد هذا وغادي يكمل الاستيلاء. هذاك اليوطي اللي كيهلوا به حنا غادي نحضروا حتى هو من قبره وغادي يجي يكمل لنا القصه ان شاء الله. في الفيديو القادم غادي نحضروا ويكمل لنا بقيه القصه من بعد هذا السيد هذا، كيفاش استولى على باقي المناطق. هي في الخريطه عين صالح، شوفوها فين كاينه وقولوا في بالكم بان هذيك المنطقه راه كانت مغربيه وغترجع ان شاء الله مغربيه. هذه يلاه البدايه. حنا ما كنهضروش بالخاوي، حنا كنهضروا بالوثائق الرسميه لا غبار عليها. هذا اول شخص جبدناه من قبره يهضر يجاوبكم. مازال غادي نجبدو عدد لا يحصى بقدر الشعر اللي فوق راسك يا بو الصبا. غادي نحط لك الارشيف وغادي نجبد لك واحد واحد. الفيديو القادم واللي من بعد منه ان شاء الله غادي نجبد لك اليوطي شخصيا، هذاك اليوطي اللي كتهلل به. انا غنجبدو يكمل لك بقيه القصه ديال الخريطه الجزائر، شكون اللي طراسها، هذوك المربعات والخطوط اللي نضغوات ديال الخريطه ديالكم. انا غنجبد لك شكون اللي طراسهم وغادي يشهد عليك هو. كنظن طولنا بما فيه الكفايه. هذا فيديو اول في الارشيف العسكري الفرنسي، باقي فيديوهات كثيره جدا 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 كلها موثقه ان شاء الله. يعطينا الله طول العمر. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد. خليتكم على خير.